OCD مبدئيا له اعراض كومن كتير، وفي نفس الوقت هو نسبه OCD في العالم عامه هي من 2 ل 3% of any population. زي ما قلنا قبل كده ان هو بيبتدي في سن المراهقه، most of it بيبتدي في سن المراهقه. الاعراض اللي بتظهر الاوبسيسيف ثوت، بتبقى اوبسيسيف ثوت بتتكرر، وكل ما بحاول ارد عليها بتزيد. يعني مثلا لو انا قلت انه انا قلقانه، اي anxious thought، ان انا قلقانه انه البيت اللي احنا قاعدين فيه ده هيقع علينا، ما اعرف ارد على نفسي واقول انه ايه اللي يخلي البيت يقع علينا؟ هو مش قايل بالسقوط. امتى اخر مره وقع علينا بيت؟ امتى رحنا عرفنا حد نعرفه قريب وقع عليه بيت؟ فاعرف ارد عليه، فاعرف اهدي مخاوفي. الاوبسيسيف ثوت مثلا لو اتكلمنا في الجزء الديني، فالاوبسيسيف ثوت الفكره اللي بتتكرر هي انه انا ما اتوضيتش كفايه مثلا، فبالتالي ربنا مش هيستجيب او مش هيسمع صلاتي، فبالتالي في حد انا اعرفه هيتاذي، او ولادي اللي انا بدعي لهم دول هيتاذوا، فلازم اتوضى مره واثنين وثلاثه. لازم حد يبقى واقف معايا. بعد شويه بقى الدنيا بتزيد، بعد شويه يبقى حد واقف معايا يقول لي اه انت اتوضيت صح، لا انت اتوضيت غلط، لا انت سلمت، لا انت ما سلمتش، لا and so on and so forth. فالوضوء وكم كتر الوضوء هو الكومبالشن. الاوبسيسيف ثوت هي انت في خطر لو ما عملتيش الكومبالشن دي، في حد براكي خالص هيتأذي. فالاعراض بتبقى خوف. بعد شويه الافكار دي it takes over my life، لان انا حياتي بتبقى متمركزه حوالين انا اتوضيت ولا لا، انا اتوضيت كفايه ولا لا، انا صليت صح ولا لا. والكومبالشنز بتزيد قوي عشان الفكره تهدى. لو ما عملتش الكومبالشنز دي الفكره ما بتهداش، فبحتاج اعملها اكتر واكتر.